ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى كده هنعمل فيديو حلو جدا مع بعض. ده فطار رابع يوم رمضان. معلش نازل متاخر شويه. يلا بقى بينا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه كان عندي لبن، كنت غلياه وكان ساقع في التلاجة. حطيته كده على البلح ونقعته عشان ايه اسيبه يتنقع. كنت جايبه لبن تاني بقى. قلت ايه اغليه بالمره يعني. هنا كنت عايزة أعمل شربات للقطايف. جبت كوباية سكر، عشان أنا هعمل كيلو قطايف. كوباية سكر كبيرة عليها كوباية مية، بس كده. هحطهم عليها عصرة ليمون، هحطها على النار. يعني تعمل شربات كده، وبعد كده في الآخر هطفي عليها النار. وأحط كيس فانيليا. هنا كنت بقى عملت زبادو. حطيت فراولة وحطيت، كان عندي رايب. وحطيت سكر، وضربت العصير، عملت رايب جميل جدا بالفراولة. وضربته وحطيته حتى في الإزازة بتاعة الرايب نفسها، وقلت ايه احطها في التلاجة بردك تسقع. كان عندي كانتالوب. آه بردك هحط عليه المية والسكر وهضربه واحطه بردك في التلاجة. بدأنا بالعصاير الأول ليه؟ علشان خاطر تلحق تسقع كده في التلاجة والبلح يتنقع وكده. يلا حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وقولوا لي النهارده انتوا عاملين ايه، وبتمشي يومكم ازاي في رمضان. انا حاسه ان اليوم قصير جدا. يلا خير. هنا بقى كده كنت بعمل المكسرات بتاعة الحشوة، يعني بتاعة القطايف. هنا حبة سوداني. بحب احط فيها سوداني ولوز، اللهم صل على سيدنا محمد، وعين جمل. هعملهم بقى ايه، بص هعملهم في الكبة. بجرشهم جرشة كده، اللي هو ايه، يبقى انا مش عايزاها بودرة، انا عايزاها متكسرة كده. بروح حاطة بقى معاهم، بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا هي مكسرة ازاي، مجروشة كده. بحط معاهم زبيب، وهحط جوز هند ومعلقة سكر. بس كده الحشوة جاهزة اهي معايا. هجيب القطايف واوريكم انا هحشيها ازاي. انا جبتها جاهزة بصراحة. يعني ايه، الواحد اصلا مش دلوقتي مفرهد ومش قادر يقف يعمل اي حاجة، فجبتها كده ايه. وعملتها كده على طول، وهيدوبك قليتها وحطيتها في الشربات. وهيوم حلو كده سريع وبسيط وبسرعة كده. الاكل النهارده اصلا ما تعبناش فيه خالص. جبت بصلايه كده وضربتها، يعني حطيت عليها كده معلقه سماق. بصوا كتروا بقى في السماق. زي ما انتم شايفين كده. وهحط كمون وهحط كزبره، وسنه ملح صغيره، وهركنهم على جنب. هنا كنت عامله سلطه خضراء. طماطم وخيار وفلفل وبصل. وحطيت عليهم خل، وحطيت عليهم بابريكا وشطة وملح وكمون وكزبرة. وحطيت بردك بقدونس، خضرة يعني، قطعت بقدونس وحطيتها عليها. بصوا بقى دي أحلى سلطة للمشويات. بصوا حطيت سنة ملح كده على البصل، وممكن تحطي سنة سكر كمان بيخليه طعمه حلو. وحطيت عليه بقدونس كده، وهعمله فرشة للأكلة بتاعتنا النهاردة. هعمل برضك سلطة الطحينة مع بعض. بصوا الأكل النهاردة، بصوا أنا دخلت الساعة 5، خلصت كل حاجة المغرب. 5:30 كمان ممكن تخلصي يعني الأكلة بتاعتنا النهاردة. أكلتنا ايه النهاردة؟ احنا عاملين فراخ مشوية. الفراخ المشوية أنا متبلاها من قبلها بليلة، بس معلش أنا مصورتهاش. هبقى أصورها لكم إن شاء الله مرات تانية. تبلتها قبلها بليلة، وبعد كده وديتها بتاع الكباب والكفتة، الكبابجي يعني، وخليته يشويها. بصوا سلطة الطحينة سهلة جدا. طحينة، خل، مية، ونقطة ملح، بس كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وديتها للكبابجي الفراخ يشويها. بصوا بياخد مبلغ بسيط جدا، وبيشويها وبيخليها بصوا زي الفل. اهم حاجة التتبيلة. انا كنت حاطه لها في التتبيله، بص انا هنا بنقل القطايف تمام. كنت حاطه في التتبيله ايه بقى، لبن رايب وبصل. جبت الكبه وحطيت فيها بصل وطماطم وفلفل حامي. وضربتهم في الكبه. وبعد كده رحت نازله عليهم بمعلقه توم مفروم، ومعلقه هريسه حاره،
اللهم صل على سيدنا محمد، وحطيت معلقتين خل ومعلقة صويا صوص، ويا سلام بقى لو عندك حبة عسل اسود، معلقة عسل اسود كمان. وبعد كده باروح حطيت بقى ملح وسبع بهارات وفلفل اسود وسنة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد بهارات فراخ ومع مكعبين ماجي. الحاجات دي كلها حطيتها، وبابريكا مدخنة وبابريكا عادية ومعلقة كركم ومعلقة كيري. حطيت الحاجات دي كلها، بص بتعمل تتبيلة للفراخ رهيبة. انا هنا كنت بقلي القطايف، وبقلي في القطايف وبطلعها على الشربات، وبعد كده بطلعها من الشربات، ما بقعدهاش كتير في الشربات. وبعد كده بروح حطها في الطبق بقى اللي انا هقدم فيه. هنا انا كنت خلصت القطايف وطلعتها وحطيتها في الشربات، في كام واحدة اتلدعت مني كده عشان كنت برضك بعمل حاجات تانية. وخلاص على كده. بصوا الاكله بتاعتنا سهله، والحلو بتاعنا سهل، وكل حاجه سهله، وما وقفناش في المطبخ غير عملنا شويه سلطات بس كده وخلاص. يلا قولوا لي بقى، وصلتوا للجزء الكام في القرآن؟ اكيد بتقرأوا قرآن، واكيد انتوا كلكم احسن مني. وبصوا مش محتاجين ان انا اقول لكم ان الشهر ده اكتسبوه ويكتروا في اعمال الخير. هنا حطيت مخلل وبغرف بقى السلطه. بصوا الاكل بتاعنا خلاص يعتبر كده جاهز، خلاص كده ما فيش اي حاجه تاني. كان عندي رز بسمتي، كان من قبلها بيوم بايت يعني. فرحت بردك مسخناه، وكان بالمكسرات وكده، فقلت حرام بردك ايه يعني ايه يترمي وكده. بصوا رز بالمكسرات كان حلو جدا. وهنا كنت بزود زيت علشان خاطر اقلي السمبوسه. سمبوسه، عملت سمبوسه جبنه زي ما انتوا شايفين كده، عشان كانت طالعه من الفريزر فكنت بفككها فكانت بتتكسر مني كده. بس كده قدمنا السلطات وطلعنا العصاير. العصير الكنتالوب يا جماعه قبل ما ت... ما تصبوه بتروحوا ايه مقلبينه. صبيت هنا البلح باللبن، وصبيت بردك الكنتالوب. بصوا لما قلبته كله بقى لون واحد ازاي. وبصوا بقى عصير الزبادو بتاعي بجد روعة روعة روعة. هنا كنت بردك بعت جبت كيس شيبسي، جنب الاكلة دي بتبقى عايزة حبة الشيبسي. ودي الفراخ اهي، بص حتى بالاسم باسم بنتي يعني، اللي هو ايه انت بتوديها وبتروحي تقايله له الاسم وتدفعي ثمنها. خد على شوي الفراخ 30 جنيه، مش مبلغ خالص. بس بجد كان شواها حلو جدا، وكانت ما شاء الله طعمها من التتبيلة حلو قوي قوي قوي. حطيت بقى خضر عليها كده، الفراخ المشوية أو الكفتة أو المشويات عموما بتحبوا الخضرة. وهنا بقى قلت أغرف الرز. وبصوا أكلتنا سهلة ازاي، طبق رز كده وبعد كده هنحط عيش بقى كده وناكل عيش وسلطات وفراخ وأكلة كده. وده أكلتنا بقى. بصوا السمبوسة اتحمرت وبقت جميلة جدا، والفراخ اهيت، وسلطات بقى سلطة الطحينة والشيبسي وسلطة السلطة الخضراء والرز. بجد كان أكلة جميلة جدا. يا رب الأكلة بتاعتنا تعجبكم. ويلا حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتعليقات حلوة كتير. وهتوحشوني جدا جدا لغاية الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.